الأحاديث التي تتحدث عن عسقلان، وهل عسقلان هي غزة اليوم؟ أحاديث فضل عسقلان لا تثبت، هذا الأظهر فيها، لا يثبت منها شيء. وعسقلان غير غزة، نعم عسقلان هي قريبة من غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بتحررها وأن تكون عند المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب كيد أعدائهم، وأسأل الله تعالى أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يهلك كل من أعانهم في غزوهم وفي قتلهم للأطفال وللصبية وفي ظلمهم للمسلمين وفي استيلائهم على أراضي المسلمين، وأن يطهر الله تعالى بلاد المسلمين منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يأخذ معهم كل من أعانهم وكل من سعى إلى تجويع أطفالنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، سواء كانت هذه الإعانة بمال أم كانت برأي أم كانت هذه الاستعانة بتشجيع أم غير ذلك، أخذهم الله تعالى جميعا وقتلهم قتل عاد وثمود، وأهلكهم الله تعالى كما أهلك الظلمة من قبلهم. لكن مع ذلك كله نقول إن عسقلان هي غير غزة، هي قريبة منها ليست بعيدة عنها، لكنها مختلفة، والأحاديث التي جاءت فيها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.